مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل، وهذا عنوانه: انفجار وحريق مهول يهز مدينة الناظور ويتسبب في خسائر فادحة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساش دير جيم واشتراك في القناة باش تكون انت الاول اللي كتوصل بالاخبار المغربية اولا. الى التفاصيل. أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن سلطات الناظور استنفرت مصالحها عشية أمس بعد انفجار كبير مدمر في واجهة منزل بشارع الزرقطوني بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى بأزغنان. وحسب المصادر الإعلامية فإن الانفجار خلف إصابات في صفوف 8 أشخاص من بينهم طفل رضيع بجروح متفاوتة الخطورة. وأضافت المصادر أن الانفجار الذي تسببت فيه قنينة غاز من الحجم الصغير تسبب في حريق مهول على معظم أثاث المنزل، ناهيك عن الخسائر التي خلفها في واجهة المنزل. وخلقت الحادثة حالة من الهلع وسط ساكنة المنزل وساكنة الحي، كما استنفرت السلطات التي حلت عناصرها بعن المكان بمختلف تلاوينها لنقل المصابين صوب المستشفى لتلقي العلاج ومنع انتشار الحريق.